قال مدرب الوداد: لقد فزنا على صن داون الأفضل والأهلي سيحاول الانتقام. علق ستيفن فاندنبروك المدير الفني لفريق كرة القدم الأول بنادي الوداد المغربي على مواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022-2023. الأهلي تأهل إلى النهائي بعدما فاز على الترجي 4-0 بنتيجة المباراتين بين الوداد بلا التعادل الإيجابي 2-2 في ملعب صن داونز. تأهل بفارق الأهداف خارج الملعب. قال أيضا: أعتقد أن صن داونز كان أفضل منا حتى في مباراة المغرب، كانوا أفضل في 180 دقيقة. وأضاف: الخبرة هي من قادتنا لمواصلة النجاح والتأهل إلى النهائي. الأهداف خارج الأرض وضعت صن داونز تحت الضغط حقا، ولذلك تمكن من التواجد في النهائي. واختتم بأن مواجهة الأهلي لن تكون سهلة أبدا، نحن سنلعب أمام فريق كبير ربما يأتون من أجل الانتقام منا. المدرب البلجيكي لم يخض أي مباراة مع الوداد في هذه البطولة إلا مباراة صن داونز بعدما حل محل الإسباني خون كارلوس جاريدو الذي رحل. بينما المواجهة التي جمعت بين الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي، عندما كان النهائي يجمع بين الفريقين على ملعب محمد الخامس، انتهت بثنائية زهير المترجي بقيادة بيتسو موسيماني مع النادي الأهلي، ووليد الركراكي مدرب الوداد الذي قاد المنتخب المغربي بعد ذلك. أكد سعد دريد نائب رئيس الوداد المغربي أن فريقه لا يمثل عقدة بالنسبة للأهلي المصري في دوري أبطال إفريقيا. وضرب الأهلي موعدا مع الوداد في نهائي دوري الأبطال للمرة الثالثة إجمالا والثانية على التوالي، علما بأن الفريق المغربي حسم المواجهتين السابقتين في 2017 و2022. وقال الدريد في تصريح لبرنامج لريمونتادا بقناة المحور المصرية: الأهلي فريق كبير، والتتويج على حسابه مرتين ليس له أي مدلول قبل النهائي المقبل. وأضاف سعد: لأننا صعدنا 4 مرات للنهائي في آخر 8 نسخ، وهو أمر رائع، ونسعى للتتويج بالأنجمة الرابعة. وختم: نحن سعداء بمواجهة الأهلي، لم نتغير كثيرا عن الموسم الماضي، ولدينا طموح متجدد في التتويج باللقب القاري. وتأهل الأهلي إلى المباراة النهائية على حساب الترجي التونسي 4-0 بمجموع المباراتين، بينما عبر الوداد بالتعادل السلبي في الدار البيضاء والإيجابي 2-2 في الإياب.